لعشاق الفول السوداني الفيديو ده ليكوا بجد هتتبسطوا من البسكوت ده. هنعمل النهارده بسكوت الفول السوداني الدايب جدا ومقرمش في نفس الوقت، وطبعا زي ما انتوا شايفين كده شكله بيتحدث عن نفسه. وده كله والقمر ده اللي انتوا شايفينه دوت بمقادير بسيطة جدا 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 ومتوفرة في كل بيت. البسكوت ده غني جدا بالفول السوداني، العجينة نفسها عاملينها بالفول السوداني، طعمها كده مميز وغني ولذيذة جدا، والكل اللي هيدوقها هيعجبه بجد. والتوبنج اللي من فوق او صوص الشوكولاتة برضو عاملينه بالفول السوداني. مش بقولكوا هتتبسطوا من الفيديو ده خطير جدا. يلا بقى اللي ما عملش لايك يعمل لايك وسبسكرايب وشير، ويلا نسمي بسم الله ونبدأ في المقادير. اول حاجه كده محتاجاها 4 كوبايات من الدقيق، بس اللي في البوله ديت انا حطيت 3 كوبايات ونص، ونص كوبايه على جنب. هقول لكم هنستعملها في ايه. وحطيت عليها معلقتين كبار من النشا ومعلقه صغيره مليانه من البيكنج باودر. يبقى 3 كوبايات ونص من الدقيق ومعلقتين كبار من النشا ومعلقه صغيره من البيكنج باودر ونص كوبايه من الدقيق. دي على جنب هقول لكم هنستعملها في ايه. دي كده المكونات الجافه. هنحضر بقى كده المكونات باقي المكونات معايا هنا كده. 200 جرام من الزبدة، اللي هي حوالي كوباية كبيرة من الزبدة، والزبدة تكون بدرجة حرارة الغرفة زي ما انتوا شايفينها كده. اهم حاجة تكون طرية معانا علشان ايه تتضرب معانا كده بسهولة وتبقى سهلة معانا في البسكوت. شايفين طرية، اهم حاجة تكون بدرجة حرارة الغرفة، يعني لو في التلاجة طلعيها قبليها كده بنص ساعة تاخد درجة حرارة الغرفة وتبقى طرية معانا بالشكل ده. واضربها لحد لما تبقى معايا كريمية بالشكل ده. بعد ما توصل للقوام دوت هنزل عليها ب50 جرام من الزيت او 50 ملي من الزيت، اللي هو حوالي ربع كوباية من الزيت. وهنزل عليها كده واضربها كويس جدا مع الزبدة بالمضرب الكهربائي، وتقدري تستخدمي المضرب اليدوي العادي، بس هياخد منك شوية وقت. بعد ما وصلوا للقوام دوت هنزل عليهم ب130 جرام من السكر البودر. اهم حاجه يكون بودر، وتكوني نخلاه كويس جدا عشان ما ينشفش معانا البسكوت. اضربهم برضو كويس جدا جدا لحد لما القوام يبقى كريمي بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. وهنا بقى كده عشان ياخد طعم الفول السوداني معايا هنا 3 معالق كبار مليانه من زبده الفول السوداني اللي هي البينا باتر. تقدروا تستخدموا اللي هي الناعمة أو الخشنة المتوفر عندكم. أنا كان عندي متوفر اللي هي الخشنة اللي هي بيبقى فيها قطعة من الفول السوداني، مش مشكلة حطيتها. لو متوفر عندكم الناعمة تقدروا انتوا تستخدموها عادي. وبعد كده بضربهم كويس جدا بالمضرب الكهربائي، وبيبقى طبعا لونها بيغير العجينة كده، بيبقى لونه كده بيج. ببدأ بقى كده بعد ما ضربتها كويس جدا بنزل عليها بيضاية بدرجة حرارة الغرفة برضو، وبنص معلقة صغيرة من الفانيليا، واضربهم كويس جدا. وده كده بيكون شكل الخليط كريمي كريمي بمعنى الكلمة. شايفين يعني يتاكل لوحده كأنه كريمة بالظبط. لما اوصل للقوام ده كده خلاص اشيل المضرب ونبدأ بقى نحط المكونات الجافة اللي احنا حضرناها في البداية، وطبعا بحطها بالتدريج. انا ليه بقى هنا شلت نص كوباية من الدقيق في البداية؟ علشان ما اخلطوش مع البيكنج باودر اللي هو المقدار الاساسي بتاعي والنشا. فانا شلت نص كوباية عشان لو العجينة ما احتاجتش كل كمية الدقيق. وبرضو هنا بنزل بالدقيق تدريجيا، حتى لو انا كنت شايله نص كوبايه من الدقيق برضو بنزل بيها، لان ده هيختلف على حسب نوع الدقيق على حسب حجم البضايه. فيعني عشان نظبط كده القوام وما نحتاجش بعد كده ان احنا نزود مقادير تاني. بدأت كده احط كده الدقيق بالتدريج ومش بعجن خالص، انا ببدأ ان انا المها كده من فوق لتحت. العجينة كده ببدأ الم كده من فوق لتحت لحد لما اوصل للقوام ده. شايفين هو انا هنا لقيتها لسه طرية معايا وبتلزق جامد جدا، ولو دخلت الفرن على كده هتسيح وهتفرش مني. فبدأت ان انا ازود باقي كمية الدقيق النص كوباية اللي انا شايلاها برضو تدريجيا لحد لما وصلت للقوام دوت. شايفين القوام ما شاء الله متماسك، وهقول لكم ازاي تعرفوا ان هو مش محتاج دقيق. هاخد كده كوره من العجينه وهبدا كده ان انا اكورها وادوس عليها، لو ما شققتش يبقى هي خلاص كده تمام مظبوطه جدا ومش محتاجه اي دقيق تاني. لكن لو شققت معاكي وحسيت العجينه ناشفه معاكي فكده انت زودتي الدقيق. طيب هتحليها ازاي او هتظبطي العجينه ازاي؟ اكيد مش هتترمي. هجيب معلقه من الزبده وابدا ان انا اعجنها بيها، او معلقه من الزيت، معلقه من الزبده، معلقه من السمنه، اي حاجه، وابدا ان انا الم بيها بس متكترش. اهم حاجه ان احنا نظبط مقدار الدقيق. خلاص بقى وصلنا للقوام اللي انتوا شايفينه ده. نبدا بقى نشكل العجينه بتاعتنا. انا هنا كده هشكلها على شكل كور، تقدري تشكليها على شكل صوابع زي ما شفتيها في بدايه الفيديو، يعني الشكل اللي يعجبك. انا خدت كده كوره كده صغيره وبدات ان انا اكورها، وبعد كده ببططها بس تبطيطه خفيفه جدا
لان هي طبعا فيها بيكنج باودر وبيض، فهتدخل الفرن وهتنفش معانا. طبعا بتدخل الفرن على درجة حرارة 190. بتاخد حوالي من 10 ل15 دقيقة او من 12 ل15 دقيقة، وبتطلع معانا بالشكل الجميل ده. اول ما تاخد لون من تحت بديها بس لون خفيف جدا جدا زي ما انتم شايفين كده من فوق. انا مش عايزاها تاخد لون خالص من فوق، هي يا دوبك لون بس خفيف. وده شكلها زي ما اللي انتوا شفتوه بعد ما طلعت من الفرن. بسيبها تبرد بقى براحتها، ونجهز بقى صوص الشوكولاته. معايا هنا 150 جرام من الشوكولاته البيضه. ببدأ ان انا اسيحها كده على بخار ميه او في الميكروويف. بعد كده ما تسيح معايا بجيب معلقتين صغيرين من زبده الفول السوداني، وببدأ ان انا احطها عليها واقلبها كويس جدا معاها. وما تقلقوش مش هتخرز ولا اي حاجه. بحطها كده وبرجع بعد ما حطيت زبده الفول السوداني علشان تطرى معايا وتفك كده زبده الفول السوداني، برجع احطها على بخار ميه او في الميكرويف تاني وبقلبها كويس جدا. هروح بقى كده احطها على بخار الميه. وبعد كده هجيب بعد ما حطيتها كده وسالت شويه، بحط عليها شويه من السوداني المجروش كده، اللي هو يعني مطحون خشن، واحطه كده واقلبه كويس جدا مع الشوكولاته. ولو حسيتيها ان هي تقلت برضو رجعيها، او مسكت شويه شوكولاته برجعها تاني على بخار ميه او في الميكرويف. بزود كده كميه الفول السوداني لحد كده لما احسها متناسبه كده مع كميه الشوكولاته، بحيث ان هي لما اجي اغطسها في البسكوت تبقى ايه شكلها حلو. بعد كده بجيب كده بقى البسكوت بعد ما برد معانا وبقى زي الفل. ببدأ كده ان انا اغطسه كده في الشوكولاتة، وزي ما انتم شايفين كده صوص الشوكولاتة فيه بقى طعم السوداني وطعم طعم السوداني، وفيه كمان قطعة من السوداني بحطها كده عليه. زي كأنها كده بنعمل فرولو روشيه، بس بنعملها بالفول السوداني والشوكولاتة البيضاء. بحطها كده في الطبق وبحط عليها ده ورد اللي هو المجفف دوت. موجود عند اي عطار، بس انا حبيت ازين بيه كده من فوق عشان يكسر اللون. تقدري تزيني باي حاجه انت حباها من فوق او تسيبيه كده. هو طبعا شكله تحفه وسهل جدا وبسيط، وزي ما انتم شايفين كده ما خدش وقت ولا اي حاجه. طلع معانا في الاخر حاجه كده ممتازه، وتقدري بقى تقدميها لضيوفك وهتبهرهم بجد. شايفين خلصت كل الكمية ودخلتها التلاجة تمسك وتشد معانا شوية، وطلعت معانا بالشكل والجمال ده. رصيتها في الصينية وزي ما انتم شايفين كده تقدميها لضيوفك وبألف هنا وصحة عليكم. انا هنا بقى شايفين الشكل دوت اللي انا عملته. تقدري تعمليها كده شكل طويل صوابع طويلة او مدور اللي انت حباه، وزينتها كده عشان اكسر اللون بالورد اللي هو المجفف دوت. وبيتاكل عادي، وبيبقى كده شكلها بيبقى لذيذ جدا وتحفة جدا، واحلى تقديمة لضيوفك هتعجبهم جدا جدا. لكل عشاق الفول السوداني قلتلكوا هتتبسطوا من الفيديو ده. اتمنى ان شاء الله النهارده بسكوت الفول السوداني يكون عجبكم. سهل وبسيط، وقدموه بقى كده واعملوه في اي مناسبة وقدموه لضيوفكم هيعجبهم جدا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب، وباي باي.